السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخكم مطبخ اسراء شانيل. كنتمنى من الله يلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده ان شاء الله وانتم بخير وعلى خير. عندي لكم هنايا واحد الفيديو جديد ورائع، نقدم لكم الصفه ديال المناسبات، كتجي رائعه جدا شكلا ومذاقا، كتجي من داكشي الرفيع كتحمر لك وجهك قدام ضيافك. ها نتوما كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا كما قدمتها. ونبداو على بركه الله دائما، نصليو على الرسول صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام. نبداو. ها نتوما عندي هنايا الكسكسو، 1 كيلو ديال الكسكسو رقيق يا البنات، الرقيق بزاف هو اللي كنخدم به السفه انايا. ها نتوما عندي هنايا واحد شويه هذاك ربع كاس ديال الزيت المائده، هاي الزيت العاديه كما كتشوفوا الروميه، كنبسبس بها هذاك الكسكسو. وعندي هنايا واحد الليطر ديال الماء ايطرو اللي خدا ليا هذا الكيلو ديال الكسكسو، خدا ليا ايطرو ديال الماء صافي. هنايا كنحاول نسقي به هذاك الكسكسو، واحد شويه غنسقي به وغنحاول نخدمو شويه بيدي. عاد غنخوي فيه النص داك الليطر ديال الماء وغنغطيه ان شاء الله ونخليه يتشرب داك الماء مزيان مزيان، ونكملوا ان شاء الله. كما كيبان لكم راه كلشي واضح في الفيديو وكلشي تبارك الله كيعرف يطيب الكسكسو على طريقته. بغيت نقدم لكم طريقتي انا كيفاش كنخدم وكنتمنى من الله تعجبكم. هانتوما غنحاول نسقي بهذاك الماء تقريبا كامل، تيبقى ليا فيه واحد الكميه صغيره، الكميه زعما قليله عفوا صافي. هنايا غادي نجيب واحد الطبيصيل وغادي نغطيه ونخليه جانبا، نخليه حتى يتشرب هذاك الماء. هانتوما نغطيه بهذا الطبسيل بحال ما هكايا ونخليه يرتاح يشرب هذاك الماء مزيان. هانتوما بعد ما شرب الماء اللي سقيتو به كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي حبه على حبه يا البنات، ما كيتكتل ما حتى شي حاجه، ما تخافي منه زعما لا يكونوا فيه دوك التكتلات. هانتوما جبت لك الكاس ديالي بعد ما درت البرمه، درت فيها الماء تغلى. وهنايا غادي ناخذ الكسكسو ديالي. هانتوما راه ما تحتاجيش كاع تضربي معاه تماره، دغيا دغيا كيتحل، ها كتمسيه بيديك كيتحل صافي. غنعمر الكسكاس ديالي ونديرو التفويره الاولى ان شاء الله. التفويره الاولى ان شاء الله تفور ونرجعوا كما كيبان لكم. ها هو، وكنتمنى اللي وصل معايا لهنايا ما ينسانيش من لي لايكات ديالكم الزوينه والتعاليق ديالكم الزوينه اللي كيشجعوني وكيحفزوني، وشكرا بزاف بزاف على التعاليق ديالكم اللي كدير فينا الحماس وكتشجعنا باش نزيدوا للقدام ان شاء الله. وكنتمنى منكم المشاهده وبارطاج الفيديو ان شاء الله فضلا وليس امرا. وهنايا هانتوما بعد ما غادي نعمر الكسكسو ديالي في الكسكاسي ان شاء الله، غنردو يفور التفويره الاولى ونرجع معكم. هانتوما كما كيبان لكم ساهل، وكنتمنى من الله تجربوه وغينال الاعجاب ديالكم انا متاكده، وما عمركم غتخلاو عليه. واحد الكسكسو من داكشي رفيع الصفه. الوليدات اللي ما كياكلوش الكسكسو بالخضره ياكلوه بهذه الطريقه هذه كتجي زوين. هانتوما بعد ما فار التفويره الاولى رديتو فار التفويره الاولى، غنحاول نسقيه بهذاك الماء اللي بقى ليا تما، غنرشو به ونخليه يرتاح شويه ونديرو التفويره الثانيه ان شاء الله. هانتوما نديرو شويه الملحه، ضروري الملحه على حسب الذوق، كل واحد
على حسب الذوق ديالو. كاين اللي كيدير الملحه بالزايد، كاين اللي على حسب. هانتوما هذاك الماء اللي بقى ليا غنحاول نسقيه به هنايا كما كيبان لكم. صافي راه خدا ليا يطرو ديال الماء البنات كما قلت لكم مسبقا. صافي بانت ليا هاد القصريه صغيره. كما كتشوفوا راه كيجي واحد الكسكسو رائع. الصفه ديال الكسكسو لا مزيناتها. هانتوما قديت قصريه واحده اخرى باش نخدم فيها على راحتي. صافي كنحاول نخليه يرتاح بحال مكا واحد شويه. ونردو مره ثانيه يفور. وهنا معكم. هانتوما هنايا عندي حبه الحلاوه. شنو هو السر ديال هاد الكسكسويه البنات، ديال هاد الصفايه البنات؟ هو هاد حبه الحلاوه كدير فيه واحد المذاق يا البنات ما نقولش لكم على مذاق ما تصوروش، على ريحه كتعطي في الدار، كيعطي واحد المذاق رائع جدا. هذه حبه الحلاوه هانتوما كتجي رقيقه، ما عرفتش شنو كيسميوها في الدول الاخرين، انا كنعرفها بحبه الحلاوه. هانتوما راه كتجي رقيقه بعد ما نقيتها من داك الحجر وغسلتها مزيان مزيان. كنغسلها عده مرات حيت فيها كيكون فيها التراب. وغنضيفها على هذا الكسكسو في التفويره الثانيه يا البنات باش يلاه ترطب معكم. وإلا رطبتيها من قبل غيكون احسن. هانتوما كنحاول ندخلها في هذاك الكسكسو. والله يا البنات ما تشبعوا منه، انا متاكده الا جربتوه غادي يعجبكم وغتشكروني. هانتوما تقريبا شي 2 دراهم ديال حبه الحلاوه اللي درت فيه. كتجي فيه زوينه. صافي هنايا غادي نحاول ندخلها فيه ونردو يدفور التفويره الثانيه وغنرجعوا ان شاء الله. هانتوما راه تبارك الله راه خرج ليا 2 كسكاسات بحال هذا اللي خرج ليا داك الكيلو. كميه زعما زوينه ما شاء الله تبارك الرحمن. صافي هنايا غنديه يفور ونرجع معكم. هانتوما بعد ما فار التفويره الثانيه عفوا التفويره الثانيه هي هذه. غنجيب واحد الكاس ديال الحليب يا البنات. في هذه المرحله هذه غادي نجيب واحد الكاس ديال الحليب وغادي نسقي به هذاك الكسكسو ديالي. ديك الصفه كتجي زوينه بهذا الحليب هذا وكتعطيها كيكون المذاق ديالو زوين وكيكون رطب ما كتكونش الصفه ناشفه. هانتوما كنحاول ندخل فيها داك الحليب نحركو مزيان بهذه الطريقه هذه. صافي وغادي نردو التفويره الثالثه يطيب ان شاء الله. ها هي الصفه ديالي وجدات. وفي التفويره الثالثه راه ديروا ليها واحد المعلقه ديال الزبده. هانتوما راه سخون يا البنات، داك السخونيه كضرني في يدي كما كتشوفوا. داكشي علاش كنحرك بهذيك المعلقه ديال العود. صافي هنايا غادي نعمرو في الكسكاس ديالي وغنردو يفور التفويره الثالثه. والتفويره الاخرى هي هذه. كما كيبان لكم راه ساهله وماهله هاد الصفه هذه. اي وحده اي مبتدئه يمكن ليها ديرها وتفنن في الاطباق ديالها. هانتوما هذه الثالثه كما كتشوفوا. صافي وغادي ان شاء الله
في التقديم ها نتوما بعد ما وجدت السفه ديالي الضفوره ثالثه، غادي نحاول نضيف عليها واحد 2 معالق ديال الزبده. هنايا الزبده تكون من الاحسن زبده حيوانيه، كتكون زبده ممتازه، كتجي فيها المذاق ديالها كيجي فيها زوين. وكندخل فيها ديك الزبده، كندخلها في هذاك الكسكسو. ها نتوما على هاد الطريقه هذه صافي. كنحاول ندخل فيها ديك السفه. ها نتوما جبت المول ديالي، هذا المول هذا نحاول نعمر فيها ديك السفه يا البنات. هذا المول على مزويناتو، اي حاجه درتيها فيه كتجي زوينه. صافي كنعمرها هاد السفه هذه، كنعمرها في هذاك المول. راه سخونه والله الا سخونه. وعلى حسب التزيين كل واحد وكيفاش بغى يزين، كل واحد على حسب الطريقه اللي باغي يزين بها. على هذا الشكل هذا كنحاول نورك عليه، نضغط عليه بيدي، نضغط عليه بيدي باش تاخذ ليا الشكل ديال المول. هانتوما راه سخونه يا البنات والله الا سخونه. صافي كنحاول نقاد ليه الوجه ديالو وكنورك عليه واحد شويه باش تخرج ليا مقاده وهي هذيك. واي مول ماشي بالضبط غتقيدي بهذا المول اللي درت انايا، ولا اي مول عندك يمكن لك تخدميه، يمكن لك تقدميها ها بالتبصيل عادي بحال ما كنت كقاديها على طريقتك نتيا. كل وحده والديزاين اللي بغات تقدمها بها غتقدمها. هانتوما كما كتشوفوا بعد ما درتها في المول غنجيب واحد الطبيصيل نقلبها فيه ان شاء الله. نقلبها في هذا الطبيصيل. والتزيين هانتوما عندي هنايا داكشي باش غادي نزين ان شاء الله. شفتوا الشكل ديالها كيفاش كتجي، كتخرج يا سلام، رائعه جدا. هانتوما كيعطيها واحد الشكل زوين بزاف. صافي هانتوما هنايا عندي هذاك المشماش اللي عمرته سلقته وعمرته باللوز، وعندي التمر حتى هي اللي خويتها حيت ليها النواه وعمرتها باللوز مقلي مفسخ ومقلي، وعندي القرفه وسكر كلاصي، وعندي واحد الكميه ديال اللوز حتى هي اللي مفسخ ومقلي وهرمشته. وغادي نحاول نعمر به هاد البلايص هادو، نخليو نعمر وحده ونخلي وحده. وفي هاد المرحله هذه كل وحده وكيفاش بغات تزين دير الديزاين اللي عجبها ودير على الزواق على حسب الذوق ديالها. انا زوقتها بهذه الطريقه هذه. هانتوما كنحاول ندير داك المشماش وداك التمر صافي في هاد داك الوسط ديال المول، عمرته بهذاك اللوز مهرمش ودرت ليه هذاك المشماش والتمر من الفوق. وهذه هي كما كيبان لكم كتجي واحد السفه يا سلام ديال الضياف وديال المناسبات. هانتوما داك اللوز غنحاول نديرو في هذوك البلايص اللي خاويين. هانتوما كنحاول نديرو بحال ما هكايا كما كتشوفوا. وكنتمنى اللي شاف القناه ديالي كنتمنى يشترك ويفعل زر الجرس ان شاء الله باش يوصلكم كل جديد. ومرحبا بكم داركم. هانتوما نكمل هذاك الزواق بهذاك اللوز كما كتشوفوا.
كنتمنى يعجبكم هذا الطبق هذا. ينال الاعجاب ديالكم وبالصحه والراحه ان شاء الله. هانتوما صافي كندير ليها داك اللوز من الفوق، وهذه هي السفه ديالي. كنرشها بشويه ديال القرفه مثلا اللي بغاها ولا هذا، كنحاول نديرها مع هذاك اللوز في هذوك البلايص، ما عرفتيش خفيفه وصافي. وكنحطها اللي بغاها راه كيهزها في الطبيصيل، حيت شي كياكلها وشي ما كياكلهاش. داكشي علاش ما كثرتهاش، درتها شويه شويه وغنحطها ليهم في الطبسيل. اللي بغاها راه كيهزها وياخذ ياكلها هي. والسكر كلاصي، السكر كلاصي ما درتوش ليها، حطيتوها في الطبيصيل، ما كنستعملش بزاف السكر. ايوا هانتوما اللي وصل الفيديو حتى لهنايا ما ينسانيش من لايك وتعليق زوين وبالصحه والراحه. هذا هو الفيديو ديالي، كنتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم. هانتوما كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي شي حاجه زوينه، شي حاجه راقيه، شي حاجه زعما كنتحمر لك وجهك. ويكون نتمنى يكون الفيديو خفيف ظريف على قلوبكم. هانتوما كما كتشوفوا. والى فيديو القادم ان شاء الله، في امان الله ورعايته. مع السلامه.